يا مساء الفل عليكم. انا كاترين. هنكون مع بعض في قناتي عشان نتعلم مع بعض كل حاجه، اي حاجه تخص المطبخ والطبخ والاكل والشرب والتنظيف. هنشجع بعض ونعلم بعض كل حاجه. النهارده هنعمل مع بعض برجر بطريقه حلوه واقتصاديه جدا، ما فيهاش تكاليف كتيره خالص، هي حاجه بسيطه قوي وطعمه صدقوني بيبقى تحفه جدا، ما بيفرقش عن بره كتير وتقريبا ما بيفرقش خالص. انا كده اكلت نص الساندوتش اساسا، اكتر من نصه كمان. مكوناته تبقى سهله قوي، بسيطه. متهيألي معظمها موجود في كل البيوت عادي. بصوا، حاجات سهلة قوي يعني، مش هنعقد الامور على بعض لان الدنيا اوريدي كده كده معقدة، فاحنا هنحاول نبسط الامور على بعض. يلا نشوف الطريقة مع بعض. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، عليها 25% نسبة دهن. ممكن تشيلوها لو مش حابين، بس هي بتديها طعم حلو وجوسي قوي. معانا كيس بهارات برجر بيتحط على نص كيلو اللحمة، كل كيس ليه نص كيلو لحمة مفرومة. هنمكسهم مع بعض كويس عشان نغلف اللحمة كلها بالبهارات، ما نخليش حتة فيها بهارات وحتة ما فيهاش. دي اهم تركية على فكرة، عشان خاطر يبقى كله طعمه حلو، ما يبقاش في حتة مالحة او حتة ما فيهاش ملح، حتة ليها طعم وحتة لحمة عادية. فهنمكسهم مع بعض ونكمل. تمام كده، هنغطيهم بستريتش لحد ما نكمل، او نحطهم في التلاجة لو وقت ما نعوزهم براحتنا، ممكن نشتغل بيهم على طول اصلا. هنيجي بقى دلوقتي نعمل الصوص، سهل بسيط جدا، مفيش اي حاجة. معلقتين مايونيز على معلقتين كاتشب ومعلقة عصير ليمون، عصير خيار مخلل او حتى معلقة خل، حاجه كده بس تدي اللذاعه اللي في الساندوتش، فهتخليه طعمه حلو جدا. هنمكسهم برضو مع بعض كويس قوي. وانا المايونيز عندي كان في الفريزر وطلعته متاخر فما لحقش يفك قوي، عشان كده هتلاقوه ابيض بالمنظر ده. فانتي جهزي حاجتك من قبلها وطلعيها من الصبح مثلا لو هتشتغلي اخر النهار. معانا بقى الخضار، طماطم متقطعه شرايح متوسطه، لا هي تخينه ولا رفيعه، خس او كابوتشا زي ما انتوا عايزين. انا بحب الكابوتشا وبقطعها كده يعني، بسيبها بحالها، مش بحب يعني اقطعها زي السلطه. بحب اخليها كده عشان خاطر احطها في الساندوتش من تحت زي ما هتشوفوا معايا، فالصوص ما ينزلش على الساندوتش، يخليه يبشن كده، يبقى طري. انا اساسا ما بحبش العيش لما يبقى طري كده. بصوا بالراحه بشويش عشان تطلع معاكم حته سليمه، عشان صدقوني هتفرق قوي معاكم في الساندوتش الحركه دي. ومعانا بطاطس تحمير. البطاطس دي اهم حاجه، بس واحنا بنشتريها نقول للراجل اللي هنشتريها منه ان احنا عايزين بطاطس تحمير. بتبقى مرمله وحلوه قوي من بره، كرانشي من بره كده، من جوه بتبقى طريه. هنقطعها مع بعض بالطول، وصابع كلها الى حد ما قد بعضها. بصوا الصوابع كلها تقريبا بتبقى زي كده. تمام، خلصنا البطاطس. ندخل على اللي بعده. عايزه اقولكم اللي بعده ده هتنبهروا بيه، يعني انا بحب اعمله جدا. صوص الجبنه، حاجه بسيطه قوي صدقوني، بأمانة بسيط جدا. معلقتين سمنة او زيت او زبدة حسب المتاح عندك، وهتحط عليهم معلقتين دقيق، او معلقتين اللي هو البهارات اللي هو بشاميل بطعم الجبنة. انا بحب اجيب بشاميل بطعم الجبنة لان ساعات بيبقاش معايا جبنة اصلا، ما بيبقاش موجود، فطعمها بيغطي كأني فعلا حاطة جبنة شيدر بالظبط يعني، طعمها بيبقى تحفة. مش بحس بفرق كتير لما بحط الجبنة او ما بحطهاش طبعا، غير المطة دي في حتة تانية لوحدها. تمام كده، حطينا السمنة. هنزل بقى عليها بمعلقتين من بشاميل بطعم الجبنة. انا هنا استخدمت البشاميل، ما استخدمتش دقيق عادي. وهنقلبهم مع بعض عادي كأننا بنعمل صوص البشاميل عادي، مفيش اي حاجة.
تمام قوي كده. اول ما توصل للون ده هناخد بس كل الحاجات كده عشان ميبقاش في حاجة مكلكعة او اي حاجة. سهل جدا على فكرة، يعني بسيط وسهل خالص. اول ما يوصل معانا للون ده هننزل بقى عليه، ننزل عليه بكوباية اللبن ونقلب بقى، نقلب عشان ايه ما يكلكعش ولا يخرز مننا. عايزه اقولك الصوص ده اقتصادي يعني لو انتي اصلا عملتيه من غير جبنه خالص محدش عارف يفرقه ويقولك لا ده مفيهوش جبنه وفيه جبنه، لا خالص. بص هو ده القوام المظبوط، يعني انتوا لو عايزين تتخنوه حبه سيبوه شويه على النار، لو عايزين تموه حبه ممكن تحطوا شويه لبن كمان. انا بحبه كده عشان يمسك في الساندوتش كويس. هنكور اللحمه كور. انا عملت من نص كيلو لحمه 10 كور لحمه، 10 قطع، عشان انا كان الكايزر اللي عندي كان صغير فانا صغرت القطع عامه يعني على قد العيش. احنا ممكن نفردها بالطريقه دي. ممكن نجيب مكبس البرجر بس انا ما بحبوش بصراحه. ممكن مثلا غطا برطمان عادي خالص، ممكن غطا علبه سمنه. ممكن اي حاجه يعني احنا نعمل اللي في البيت المتاح، مش لازم نشتري مثلا. ما عنديش مكبس لازم اشتري مكبس، لا مش لازم. نسهل الدنيا على بعض يا جماعه. مرحله السوا حاجه بسيطه خالص برضو، في طاسه سخنه على النار ما تكونش بتلزق. هنحط فيها معلقه زيت، ممكن ما تحطوش لو مش عاوزين، ونرص البرجر كده كويس ونغطيه عشان يستوي. ولو مش عايزه تغطيه ما تغطيهوش، بس انا بحب اغطيه. وعلى كل ناحيه هتتحط على النار هي اللي بتستوي يعني هنرشش عليها ملح وفلفل. عشان لو اخدتوا بالكم احنا في اول الفيديو على اللحمه ما حطيناش غير كيس البهارات، ما حطيناش لا ملح ولا فلفل عشان احنا بنرشش. هنيجي بقى لمرحله تحميص العيش، ودي مرحله مهمه جدا عشان خاطر العيش لما يجي نحط الصوص ما يبقاش ننش معانا ويبقى طري. هنيجي بقى نشوح البصله عادي خالص في طاسه تانية. هنحط معلقه زيت برضو، دهنة زيت بسيطه خالص او دهنة سمنه اللي انتوا عايزينه، ونفرفت البصل كده من بعضه عشان احنا ما بنحبش بس طعم البصل الصحيح في الساندوتش بيدينا حرقان كده، واحنا ما بنحبش طعم البصل الحراق ده، فده بيكسر الحرقان بتاعه بيخليها طعمها حلو لحد ما يكرمل بالمنظر ده. طماطمية بقى ونشوحها بقى التشويحه الجميله كده برضو. شوح 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 كده بالراحه خالص عشان ما تتهريش معانا. احنا مش عايزينها عصير يا جماعه، احنا عاوزين ساندوتش حلو كده وجميل وكل حاجه فيه تبقى مظبوطه. صدقوني الموضوع مش بكتر الطلبات بقى ونقعد نجيب ونعمل. الحاجه البسيطه لما تتعمل في البيت بتبقى احلى بكتير. احنا بنحب اكل الشارع طبعا وكل حاجه، اكيد برضه بنطلب مره في اكل الشارع وكده، بس لما بنعمله في البيت بيبقى له طعم تاني، بيتعمل بحب، بيتعمل بنبقى مبسوطين واحنا بنعمله. تمام نقلبهم بالراحه بس كده. قولوا بتعملوا كده انتوا ولا بتحطوا طماطم وبصل صحيح كده من غير ما تشوحوهم تشويحه بسيطه؟ وحد جرب الطريقه دي عامه في البرجر ولا دي بتعملوا البرجر ازاي؟ يعني عايزه اعرف برضه. اي حد عنده حاجه قولها لي يعني عشان نعدل من بعض. بصوا العيش اتشوح، هننزل عليه بقى بالخس. دي تركية بقولكوا عليها، تقوموا حاطين الصوص ايا كان اللي انتوا عاملينه على الخس، مش هينزل على العيش يخليه يطرى، وحتى لو نزل على العيش مش هيطرى ان احنا مشوحين العيش واخدينه تحميصه كده زي عازل. فاهميني؟ بنحط بقى قطعه اللحمه والطماطميه الجميله والبصلتين اللي مش هيبقوا حراقين ولا يعملنا حرقان معده ولا اي حاجه خالص دول، ونكمل. بصوا عايزه اقول تصدقوني تحفه. نخلص كل الكميه. الله الله، ناكل بقى بألف هنا وشفا على قلبي وقلبكم وقلب اي حد. يا جماعه ريقي بيجري وانا بتفرج على الفيديو، بأمانة طعمه عظيم، طعمه بجد خطير.